مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير. اليوم وياكم فيديو جديد. سويت لكم كيك كلش طيب. طبعا هاي هنا ضفت 6 بيضات. طبعا البيض كان بارد بالثلاجة فلا تحطون بيض حار. وهنا أنا ضفت خاشوقة كبيرة مال خل أبيض. وإذا ما عندكم طبعا فد نصيحة، إذا ما عندكم خل أبيض تقدرون تضيفون لمندوزي ويا مي. خاشوقة مال استكان ربعها لمندوزي ومي وتخبطوهن سوا. وضفت قلاص كامل شكر وقلاص كامل حليب ورشة هيل ونص قلاص دهن. وضفت قلاصين طحين، طبعا طحين منخول. وبنات فانيلا كيسين باكنج باودر مينا نضيف وياهن. إذا استخدمتوا نصف الكمية يعني 3 بيضات، نص قلاص حليب وربع قلاص زيت، هالشكل. قلاص مثلا واحد طحين تستخدمون ظرف واحد بيكنج باودر، لا تستخدمون أبد ظرفين، ترى يصير بيها طعم مرورة وما طيبة ويصير اوفر الشغلة. هنا حطيتها بالفرن. بنات الفرن اني مسخنته يعني من البداية حاميته علقة العين الفوق والجوا. بس من اريد ادخل الكيكة لا اطفي العين الفوق باقي بس الجوا معلوقة. وراها ادخل الكيك ابقيها تقريبا نص ساعة، 35 دقيقة 30 دقيقة. اطلعها ادخل بيها العود الخشبي. اذا شفتها مو سائلة من جوا اطفيها من جوا. واذا فوق ما تحمرت شوي نعلق تقريبا دقيقتين او دقيقة بس العين الفوق على مود يتحمر الوجه مال الكيك. وهيجي تطلع وياي كلش طيبة. اللي يحب نكهة اضافية يقدر يضيف برتقال، قشر برتقالي برشة او عصير برتقال كلش طيب، ليمون، طبعا باللي تحبوه انتو وباللي يعجبكم. واليوم كانت وصفة حلوة ولذيذة وإن شاء الله الفيديو نال إعجابكم. إذا وصلتوا وياي لهنا مشاهدة لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس في القناة وكتبولي بالتعليقات إذا حبيتوا الوصفة. مع السلامة.